السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. أول حاجة عايزة أقول لكل أم كل سنة وأنتِ طيبة وبخير ودايمًا منوّرة بيتِك وسط أولادِك. آمم وطبعًا أحب أقول لأمي الله يرحمِك يا أمي ويغفر لِك ويسامحِك ويجعل مثواكِ الجنة يا رب العالمين. وكل أم وكل أب متوفيين طبعًا كلنا ندعي لهم بالرحمة والمغفرة، وإن شاء الله عيدهم في الجنة أحلى. آآ وكمان بيصادف معانا إن خلاص رمضان كمان يومين، يعني خلاص يعني كل الأفراح وكل الأعياد الحمد لله عايشين فيها. طبعًا بمناسبة رمضان اللهم بلغنا جميعًا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين، وكل سنة وأنتم طيبين. وتعالوا بقى نشوف الحاجات البسيطة اللي أنا جبتها لرمضان السنة دي. طبعًا هي حاجات بسيطة لإن أنا السنة اللي فاتت كنت جايبة حاجات كتير جدًا، فالسنة دي أقل شوية بقى عشان إيه كده هاحطهم تاني، وفي الآخر بقى في فيديو تاني هانزّل لكم فيديو بعد ما زيّنت إيه كام جزء كده في البيت هاصوره لكم يعني، وأنزّله لكم إن شاء الله يا إما في المنتدى يا إما في فيديو إيه قصير كده. يالّا بينا نشوف أنا جبت إيه. أول حاجة معانا عايزة أقول لكم بنات فرحوا بيها جدًا بس راحوا معلّقينها يعني من كتر فرحتهم. بُصّوا حاطين هنا إيه، بُصّوا جِبت دي كده بتتعلّق من هنا كده فيها خُرم كده، وبتتعلّق قدّام مثلًا باب الشقة أو في أي حيطة كده في البيت. هي بتبقى خشب كده مرسوم فيها بوجي وطمطم وفوانيس وبكّار ومكتوب رمضان يجمعنا إن شاء الله. دي أول حاجة. وكمان جِبت العلّقة دي كده بدلايتين مكتوب فيها رمضان كريم. هي الشخصيات دي بالنسبة لنا إحنا هي رمضان يعني في الاحتفالات يعني، لكن رمضان حاجة تانية. عندنا هنا بوجي وطمطم أهوّة وصاحبهم مش فاكرة اسمه إيه. بس دي شكلها حلو جدًا وبرضه خشب بتتعلّق كده، ممكن تحطيها على باب أوضة نوم الأطفال، برضه أي رُكن في البيت حابة تزيّني بيه. وجِبت كلمة رمضان كريم دي كويس، أيوه ظهرت كويس أهي. رمضان كريم دي طبعًا بتنوّر، ممكن أوريكم كده النور بتاعها ثواني. بُصّوا بتعمل أشكال كتير هنا بتغيّر الشكل، بدأت تعمل شكل تاني. بُصّوا دي كده ثابتة تفضل منوّرة، بس عاملة بقى حركات وشغل جامد يعني. هي كبيرة جدًا بُصّوا قد إيه ما شاء الله. دي كانت عاملة 75 جنيه. مغناطيس التلاجة ده هاحطها على deep freezer لإن التلاجة عندي أنا حاطة لها sticker بتاع البوتاجازات فهي فيها ورد وكده، فلو اتحط مش هيبان، فهاحطها على الdeep freezer هتبقى شكلها أشيك يعني. ماشي، عاملة بقى رمضان كريم فوانيس وبوجي وطمطم وبكّار وحاجات كده شكلها حلو. ماشي، طبعًا وجبت كمان النور ده بُصّوا برضه بيغيّر، يعني أي حاجة فيها البوكس الأبيض يبقى بيغيّر لون، فيها الزرار ده. بُصّوا عبارة عن إيه، عبارة عن فانوس بالشكل ده وهلال. برضه هاوريه لكم، هانوّره لكم دلوقتي، يعني أنا ليّا مين أغلى منكم عشان أنوّر له. استنوا كده أفضّلكم، بس هو طبعًا عايز خلفية إيه أغمق شوية عشان تقدروا تشوفوا. بُصّوا كده بقى ثابت بيلعب أهو. طبعًا كل ده هيبان أكتر في الإيه لمّا يتفرش يعني ويتحط معاكم. تعالوا نشوف جبنا إيه تاني. بُصّوا جبت الدلاية دي كده برضه بتتعلق. بُصّوا كده تبقى بالشكل ده، من تحت كده بكّار ماشي، ومن فوق كده إيه رمضان كريم. كل ده هيبان معاكم لمّا يتحط كده في الحيطان
وكمان في حاجات منها هتتحط على قدام باب الشقة يعني. هتشوفوا بقى معايا كل ده. وكمان مبقاش مصرية أصيلة أو ست مصرية أصيلة لو ما جبتش الشفشق دوت. لازم شفشق كل سنة، شفشق جديد كده عشان يتحط بقى فيه قمر الدين والعصاير بقى الخروب والحاجات دي. أنا عندي بس ايه بصراحة عجبني عشان خاطر بصوا فيه المعايير، مش عارفة باينة ولا لأ في الصورة اهي باينة كده زي ما انتوا شايفين. ماشي، والبلاستيك بتاعه حلو يعني. بصوا حبايبي جبت ايه كمان، جبت الكوسترات ديت، بس انا مش هستخدمها ككوستر يعني يتحط عليه كوبايات والكلام ده، لا انا هعمل بيها حاجة تانية. هتشوفوها معايا. بصوا الاشكال بتاعتها اول ما اعملها ان شاء الله هوريكم انا هعمل ايه يعني. اول ما اعملها هصورها لكم. تمام، اشكال كده. فرحة بسنت ودياستي، يعني بسنت ودياستي اول ما اعرف اساميهم. رمضان كريم، بوجي وطنط او بوجي. بصراحة اشكالها عجبتني، بس انا مش هستخدمها كوستر لان اصلا صغيرة جدا، وانا عندي كوسترات تانية اصلا يعني، بس انا جايباها لهدف معين. اول ما هعملها هوريها لكم زي ما قلت لكم. ماشي، بصوا الحاجة كده باينة اكتر اهي. مسكت بقى الموبايل في ايدي احسن عشان ايه يبقى التصوير من قريب. تمام، بصوا جبت النجوم دي كده. دي بتتعلق في السقف في الحيطة. بس برضو انا هعمل بيها ديكور حلو قوي رمضان. مع النور اللي هتشوفوه دوت هيعمل شغل حلو جدا. وجبت، وهو اصلا فيه دبل فيس. بصوا المربعات دي كل واحد ورا نجمة اتلزق بقى في اي حاجة في الحيطة زي ما بقول لكم، على باب، على السقف فوق كده يعني. وجايبة الدبل فيس دوت برضو هلزق بيه حاجات يعني. هشيل بقى كل ده عشان اوريكم الحاجات التقيلة بقى الأخيرة اللي انا جبتها. بصوا حبايبي جبنا دوت. دي ستارة كده عبارة عن نجمة وهلال بالرمود. بتغيري يعني ايه الإضاءة بتاعتها بالرمود. ماشي كده الريموت بتاعها اهو. ده الموديل طبعا اللي انتي بتغيري بيه الإضاءة، وبتفتحي هنا وبتقفلي ده ايه التايمر بقى بتاعه. ودي قوة الإضاءة، بتقللي بتعلي الإضاءة يعني كل حاجة بقت دلوقتي بالريموت كنترول. تمام، ادي شكل الستارة. طبعا انا مش هقدر افتحها قوي علشان لما نيجي نعلقها ايه ما تبقاش ايه انا ايه بوظتها يعني بقى كلكعتها. بس انا هوريكم دلوقتي هي اما بتنور بيبقى شكلها عامل ازاي. استنوا، بصوا هي شغلتها لكم. طبعا الريموت في ايديا اهو. مثلا هنعمل رقم 1 اهو بقى ده الشكل. هعمل رقم 2 ده الشكل تاني. رقم 3 طبعا لما تبقى مفرودة الشكل هيبان اكتر، هي بتبقى بتلعب وحاجات كده. رقم 4 بصوا الهلال نور الاول وبعدين دول، او مش عارفة اهو ان هنا النجوم الاول وبعد كده الهلال هينور اهو صح كده. طبعا في نور بقى هنا حواليهم، هو بينور في النص كده. تمام، رقم ايه ده، رقم 5 بقى. رقم 6 رقم 7 رقم 8. برضو زي ما قلت لكم كده مثلا هنوطي الإضاءة شوية. هنا هنعلي الإضاءة. طبعا انا مولعه النور وهي مش مفروضة زي ما قلت لكم، فبالتالي ايه اللي انا بعمله ده كله مش هيبقى باين قوي. انا بس حبيت اوريكم الحاجه اللي انا جبتها واوريكم شكلها ايه. اتمنى كل الحاجات اللي انا وريتها لكم دي تكون عجبتكم زي ما هي عجبتني وفرحتكم زي ما هي فرحتني. وانتظروا بقى الفيديو الجاي ان شاء الله. وانا بوريكم الايه الزينه دي بعد ما اتعلقت.
انتظروني بقى. أنا باحبكم كلكم بجد، وباحب كل الناس اللي جات لي جديد على القناة. باحب أرحّب بيكم في قناتي، قناة أم الأمارات. وأتمنى إن أنتم تفضلوا معايا على طول، وكمان تزيدوا وتشيّروا كل فيديوهاتنا الجاية. إن شاء الله في رمضان هيبقى في حاجات جميلة كتير، متأكدة إنها هتعجبكم. سلام. بُصّوا، أنا حابة أورّيكم حاجة كده صغيّرة، ثانية واحدة هاقفل النور دوّة وخدوا بالكم من النجوم عاملة إزاي. طبعًا هي مش باينة أوي، بس لأ باينة يعني. أي نعم في إضاءة، بس تحسّوا إن الفوسفور ده منوّر. هو دوّة دي مهمته معانا إن شاء الله في الزينة بتاعة رمضان. هو طبعًا إحنا بنحطها في الأيام العادية كمان، بس مع رمضان بقى ومع النجوم والحاجات اللي هنتزين بيها دي، هتشوفوا حاجات تحفة يعني. مع السلامة.